تجمع الديمقراطيين واليساريين الكرد في سوريا. بداية، تأسس من 5 أحزاب تعمل ضمن الإدارة الذاتية، وجاء في بيانها التأسيسي أن تجمع الديمقراطيين واليساريين الكرد في سوريا هو إطار سياسي لأحزاب وقوى ديمقراطية ويسارية وإيكولوجية ذات أهداف مشتركة يجمعها ويوحد رؤيتها ومواقفها السياسية تجاه الأحداث والأوضاع السياسية في الساحة الكردية في روجافاي كردستان والكردستانية خصوصا والسورية عموما. وترأس التجمع السياسي محمد موسى سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا، لكن سرعان ما انسحب من التجمع. ويترأس التجمع حاليا السياسي محمد شيخي سكرتير اتحاد الشغيل الكردستاني. ويتألف التجمع من 4 أحزاب، وهم: اتحاد الشغيل الكردستاني، يترأس الاتحاد السياسي محمد رمضان شيخي من مواليد عامودة 1965، يحمل الشهادة إجازة في الرياضيات، وانخرط في العمل السياسي الكردي منذ العام 1981. حزب الخضر الكردستاني، يترأس الحزب لقمان محمد معصوم أحمي من مواليد عامودة 1969، خريج معهد النفط، انخرط في العمل السياسي الكردي منذ العام 1985. حزب التغيير الديمقراطي الكردستاني، الرئاسة المشتركة للحزب مزجين زيدان عثمان من مواليد قامشلو 1978، تحمل الشهادة الثانوية، انخرطت في العمل السياسي الكردي منذ العام 2011. كاميران داود حسين من مواليد قامشلو 1964، يحمل الشهادة الدبلوم في الصيدلة، انخرط في العمل السياسي الكردي منذ العام 1986. حركة التجديد الكردستاني، يترأس الحركة رزقار محمد شاكر قاسم من مواليد الحسكة 1970، يحمل الشهادة في الطب الفيزيائي، انخرط في العمل السياسي الكردي منذ العام 1987.